العوافي عليكم يا حبايبي. دايما بتسمعوا عبارة الدبة اللي قتلت صاحبها. ايه حكايتها وليه دايما احنا بنقولها وعلى لساننا؟ حكاية الدبة، كان في صياد وماشي في الغابة ولقى دبة صغيرة، خدها ورباها، بقت الدبة هي صاحبته. هو بيحب الدبة قوي والدبة بتحبه قوي. وجي يوم من الأيام نام تحت الشجرة، لكن في دبانة غلسة عمالة تقف على وشه ويهش فيها كده وهو نايم، عشان ما تقلقش نوم. راحت الدبة جايبة حجر كبير، وعشان تقتل الدبانة راحت ضرباه على وش الصياد. طبعا الصياد مات، وهي فاكرة كده ان هي هتقتل الدبانة. الدبانة طارت والصياد مات. ومن هنا تمر السنين والأيام والكلمة تبقى في بق الناس. أي حد يكون غيرته شديدة، زي الست اما بتغير على الراجل اما هو بيشتغل ويكون معاه زمايله ستات وتغير عليه لغاية لما تخليه يسيب الشغل، يقولوا عاملة زي الدبة اللي قتلت صاحبها، عشان ان الشغل ده ألف غيره يتمنى مكانه وهي سيبته الشغل. أو الراجل وغيرته على مراته وكل حاجة لا لا، وغيرته الشديدة لما تزهق وتطهق وتطلب الطلاق ويقولوا عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. أو الخوف الشديد على العيال إذا كان واد ولا بنت، وما تنزلش وما تطلعش وما تتكلمش حد من الشارع وما تكلمش زمايلك دول مش من المستوى بتاعك. لما الواد بقى أصبح أو البنت انطوائي ومش قادر يتعامل مع المجتمع اللي هو فيه، ده الحب اللي يأذي. لكن أنا أخلي بالي من عيالي وابقى حريصة، بلاش الخوف الشديد، ووجههم بلاش اللي أنا عاملة زي الدبة اللي قتلت صاحبها. وكمان يبقى خايفة على ابني، وكل الواد كبر وفي سن جواز، دي مش مناسبة، دي قصيرة، دي طويلة، دي فقيرة، دي مش حلوة. لما يعدي السنين وتمر عليه السنين ويكبر خالص، ونتيجة كده الناس يقولوا أمه عاملة زي الدبة اللي قتلت صاحبها. أو الإهمال، برضو الإهمال بين الزوج والزوجة أو الإهمال في العيال بيؤدي برضو للنتيجة عكسية. والعيال اما نقول لهم اصرفوا، احنا بنشتغل ليه، وما يعرفوش قيمة القرش وحصل لنا أزمة مالية، العيال مش هيقدروا يتعاملوا مع الأزمة المالية ولا يخفضوا المصروفات بتاعتهم ولا التزاماتهم، لأن انتم معودتهمش على كده، وأصبحت إن هم نفسيتهم اتأزمت وتخشوا بقى في علاج نفسي. لازم خير الأمور الوسط. يا حبايبي، كل ده بيؤدي للتدمير النفسي وقتل النفس. مش القتل يعني لو يموت، لا، بندمر نفسية العيال ونقتلها بالأفعال بتاعتنا الغلط والحرصنا الشديد والخوف الشديد قوي واللي أنا عايزة له أجيب له كل حاجة. طيب ما هو هيكبر ويتوظف ويمكن وظيفته الفلوس تبقى على قدها وما يقدرش يجيب كل حاجة، هيتأزم نفسيا وانتوا عايشين له العمر كله. يا حبايبي، حكمة خالتي تونا ليكم الاعتدال في كل حاجة، لا الغيرة قوي ولا الإهمال قوي، ودايما التوجيه بدل المنع، وأزرع حب أحصل نتيجة طيبة. وسيبنا من الغيرة الشديدة اللي بتدمر البيوت.
هاي يا حبايبي، والخوف الشديد على العيال أوجه واسيبها على الله. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.